برحب بكل مشاهدينا في كل مكان. أهلا وسهلا بكم يوم جديد وحلقة جديدة وأصل الحكاية. الحصاد المسرحي هو موضوع حلقتنا النهاردة اللي هنعرف تفاصيل كتيرة عنه مع ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة في الاستوديو، الممثل والمخرج الأستاذ محمد فاضل. أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. شرفتنا ونورتنا. شرف لينا. خلينا في البداية نتكلم عن أهم ملامح المشهد المسرحي 2023. في البدايه طبعا برحب بحضراتكم أهلا بفريق بك. عمل برنامج اصل الحكايه. الله يخليك. الحقيقه هذا العام 2023 شهد زخم مسرحي كبير جدا على مستوى قطاعات وزاره الثقافه المختلفه، سواء في البيت الفني للمسرح او البيت الفني للفنون الشعبيه والاستعراضيه او الهيئه العامه لاصول الثقافه او صندوق التنميه الثقافيه. عدد كبير جدا من العروض اتقدم بشكل متطور وبشكل جديد. موسم مسرحي يعني ممتاز من الدرجة الأولى. يمكن لو هنيجي نتكلم عن كل قطاع على حدة، ابتداء طبعا من فرصة تعيين المخرج الكبير رئيس قطاع الإنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال، توليه منصب رئيس البيت الفني للمسرح. يمكن في بداية العام الماضي عمل مؤتمر صحفي في المسرح القومي أعلن فيه عن خطة العروض المسرحية في قطاع البيت الفني للمسرح وما سنشهده في عام 2023. والحقيقة الوعود التي وعدنا بها في هذا المؤتمر كلها تم تنفيذها في الصالح يعني. تم تنفيذها بالفعل. يمكن لو هنتكلم بداية في عروض البيت الفني للمسرح، هنقول مثلا في المسرح القومي. المسرح القومي يدير الفنان والممثل الدكتور أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية ومدير المسرح القومي. قدم موسم مسرحي عظيم جدا، بداية من مسرحية سيداتي أنا بطولة النجم نضال الشافعي والنجمة داليا البحيري والفنان فريد النقراشي والفنان محمد دسوقي. الحقيقة عرض متميز من الدرجة الأولى. ايه اللي كان مميز في العرض عشان حضرتك تقول العرض الحقيقة هو متميز بالدرجة معمول الأولى؟ عن مسرحية سيدتي الجميلة. أيوة. وده إعادة للتراث المسرحي اللي قدمه لنا طبعا العظيم فؤاد المهندس وشويكار، إن احنا نقدم هذا العمل المسرحي في 2023 بشكل متطور وجديد ويرجع إلى الرواية كمان الأصلية. فكان بالنسبة لنا كان حاجة عظيمة جدا، عرض مبهر جدا، وفاز بجائزة أحسن عمل مسرحي لموسم 2023 في المهرجان القومي للمسرح. العمل كان متكامل جدا. الحقيقة بداية من سيدتي أنا ومرورا بعدد من العروض المسرحية اللي قدمها طبعا المسرح القومي وأقدم مسرح في مصر، عدى كمان يعني رجوع طبعا أو لأول مرة داليا البحيري أو النجمة داليا البحيري طبعا حافظ الألقاب للمسرح. كان في فرصة في حد ذاتها اكتشاف جديد للنجمة داليا البحيري في المسرح. الحقيقة يمكن ما شفناهاش كتير على المسرح أو كده، فموهبة مرعبة على المسرح، متميزة جدا فنا وتمثيلا وغناء واستعراضا. أنا شخصيا انبهرت جدا بيها. أيوة. الفنان الكبير طبعا نضال الشافعي وهو نجم سينما ونجم دراما، وهو متميز في الأصل طبعا في المسرح. يمكن هو خريج معهد عالي في المسرحية وخريج ورشة الأستاذ خالد جلال، والحقيقة له أعمال مسرحية كثيرة يعني طبعا. متميز جدا على المسرح طبعا. وعندنا طبعا الفنان الكبير فريد النقراشي، يعني حاجه قمه في الفن والموهبه والتدريب. استاذ كبير، كان مكسب كبير للمسرح القومي هذا العرض. نيجي تباعا هو اعاد مسرحيه الحفيد بعد فتره من التوقف. في مسرحيه الحفيد بطوله النجمه سماء ابراهيم والفنان عابد عناني والفنان شاد سرور واخراج يوسف المنصور. الحقيقة مسرحية الحفيد أيضا معمولة عن فيلم الحفيد وفيلم أم العروسة، وهي الكاتب الكبير عبد الحميد جودة الصحار. الحقيقة كانت فرصة هايلة جدا إن احنا نعيد طرح هذا الفيلم أو هذه الرواية طبعا الأصلية بشكل مسرحي وفي قالب مسرحي. محدش قبل كده عمل الحفيد دي مسرح. كون ان احنا نقدم الحفيد وام العروسه في قالب مسرحي، ده كان موضوع بالنسبه لنا كان مهم جدا. ده من انتاجات البيت الفني للمسرح. وعدد طبعا من العروض الاخرى تم تقديمها في المسرح القومي. يمكن حاليا بنحضر لمسرحيه ستفتح قريبا الشهر القادم.
مسرحيه رصاصه في القلب. والحقيقه المسرحيه دي برضو من التراث. هو طبعا مسرح قومي يختص بالتراث والعروض الريpertoire او العروض التراثيه او المسرحيات الكلاسيكيه. رصاصه في القلب تم تقديمها تقريبا في اواخر الثمانينات اوائل التسعينات. المخرج كان الاستاذ الراحل حسن عبد السلام. كانت بطولة النجم الكبير علي الحجار والنجمة أنغام. في هذا العام بقى احنا بنقدمها بشكل جديد ومتطور ورؤية جديدة بيقدمها المخرج مروان عزب. وبتشاركوا في البطولة كمان في هذا العرض الفنانة ريم أحمد. ريم أحمد الطفلة الصغيرة اللي كانت مع الأستاذ الكبير محمد صبحي في يوميات ونيس، هي دلوقتي اللي بتقدم بطلة المسرحية طبعا بعد مرور من الزمن يعني. وبيشاركوا طبعا فنانين كتير على مستوى المزيكا او الغنى او الاستعراضات طبعا او الى اخره من عروض مسرحيه. فده كان ملخص عن المسرح القومي. لكن في طبعا فرق كتير جدا في البيت الفني للمسرح، وليكن مثلا المسرح الحديث. المسرح الحديث بيشرف بادارته الفنان والنجم محسن منصور. الحقيقه قدم السنه دي موسم متميز جدا، يمكن لاول مره بيقدم المسرح الحديث 3 عروض مسرحيه في يوم واحد. يعني في اليوم وثلاث عروض كل مختلفة كمان. وجبة دسمة 3 عروض مختلفة. بداية من كان ودي حاجة مش سهلة برضه خالص. ان هم طبعا يعملوا طبعا كده. طبعا فهذا الجهد الكبير اللي بذله الحقيقة تحدي كبير فعلا. تحدي كبير، والحمد لله أوفى بيه، وكان موسم متميز جدا وناجح جدا. قدم 3 عروض مسرحية، وهي مونودراما سيب نفسك للفنانة فاطمة محمد علي وإخراج دكتور جمال ياقوت. العرض الآخر أو الثاني كان مسرحية عجيب وعجيبة، إخراج محمد الصغير وتأليف سعيد حجاج، كان بطولة الفنان سيد الرومي وعدد طبعا من الممثلين الكبار. والعرض الثالث كان مسرحية خطة قيوبيد. الحقيقة ده عرض متميز جدا، لأنه هو عرض قاعة برضو، ما كانش على المسرح كبير، كان في قاعة، وهو عاد إحياء القاعة بعد 11 سنة من الغلق في هذا المسرح. مسرحية خطة قيوبيد إخراج أحمد فؤاد وبطولة عبد المنعم رياض وكريم الحسيني ونوال سمير وأمنية حسن. عرض بيتحدث عن المشكلات الزوجية ومشكلات الحب والارتباط والعاطفة وإلى آخره. والحقيقة عرض بيتقدم في شكل قالب اجتماعي غنائي كوميدي. دي كان يمكن أهم العروض المتميزة في المسرح الحديث اللي هو مقره مسرح السلام في شارع القصر العيني. لو هننتقل إلى فرقة أخرى من فرق البيت الفني للمسرح، هنروح مثلا نتكلم عن المسرح الكوميدي بقيادة الفنان والنجم ياسر الطبجي. الحقيقة قدم عرضين السنة دي أو سنة 2023، عرضين في قمة التميز. يمكن أغلب النقاد ايه هم العرضين اللي قدمهم؟ أجمعوا إن هو أعاد كانوا إحياء عرض بيتكلموا على المسرح ايه برضه؟ الكوميدي. الحقيقة العرض المتميز هو عرض مسرحية طيب وأمير، بطولة الفنان هشام إسماعيل والفنان تامر فرج والفنان عمرو رمزي ومجموعة من فرقة المسرح الكوميدي. عرض لقالب مسرحيات نجيب الريحاني، أعاد تقديمها من جديد. جميل جدا طبعا، برؤية معاصرة جدا. والحقيقة يعني حضروا أغلب نجوم مصر واتكلموا عنه بشكل كويس جدا، وحقق إيراد ما يزيد عن المليون جنيه والمليون ونصف. والحقيقة أن هذا المبلغ أو هذا الرقم، يعني مليون جنيه أو مليون ونصف، في تذكرة لا تتخطى ال50 وال100 جنيه، ده بالنسبة لنا نجاح كبير جدا. بقياسها بحجم عدد رواد المسارح أو كده، فده بالنسبة لي مكسب كبير جدا ان الجمهور العام يعيد نفسه. صحيح. ان هو يجي يحضر مسرح من جديد بعد ان فقدناه لسنوات طوال. صحيح. قدم كمان في المسرح الكوميدي مسرحية يوم عاصم جدا، بطولة مصطفى منصور وهايدي رفعت، إخراج عمرو حسان وتأليف الشاعر أيمن النمر. قدمها في مسرح السلام وما زالت تعرض حتى الآن. طبعا كل المسرحيات اللي احنا هنطرحها النهارده أو طرحناها ما زالت أغلبها يقدم للعام التالي على التوالي. العرض متميز جدا في يوم عاصم جدا، بيتكلم عن الفارق ما بين الجيل القديم اللي هو كان في فترة السبعينات والستينات و الجيل الحالي، وفكرة ظهور الجد والجدة في العصر الحالي. أيوة. فبيواجهوا طبعا التطورات التكنولوجية والأغاني المستحدثة علينا والثقافة الجديدة اللي احنا بنعيشها. فبيحدث فارق يعني كوميدي ما بين التسارع الأجيال ده. لو انتقلنا كمان إلى فرقة مسرح الطليعة،
قدمت عروض متميزة جدا بشكل متطور وتجريبي جديد. عندنا عرض مثلا مسرحية زي ليلة القتلة، إخراج الأستاذ صبحي ليلة يوسف. ايه؟ القتلة. ليلة القتلة. ده نص عالمي. ايوه. الحقيقة كان عرض متميز جدا، اتقدم بشكل في قاعة أشبه إلى حلبة المصارعة. بطولة كان إيميل شوقي وشيماء يسري وياسر مجاهد وميروج وعدد من الفنانين من أعضاء فرقة مسرح الطليعة. وقدم أيضا مسرح الطليعة السنة دي في المسرح الكبير الخاص به رواية باب عشق. رواية متميزة جدا للكاتب إبراهيم الحسيني وإخراج الفنان والمخرج حسن الوزير. رواية شعرية بتتكلم عن الشعر الحالم اللي بيسعى إلى وصول الشعر والحب لتحقيق السلام والعدل في مجتمع. عرض كان متميز جدا الحقيقة. وقدم كمان مسرح الطليعة هذا العام تجربة فريدة من نوعها، وهو مسرح في قاعة، مسرحية اسمها بيت روز، عبارة عن 4 فتيات ايوه. جالسين في كافيه، وما يدور في جلسات الكافيهات النسائية، الحوارات اللي بتدور أيوة. طول الوقت. أيوة. يعني هو حتى كان الديكور عبارة عن 4 كراسي حوالين ترابيزة، والبنات ال4 سيدات قاعدين بيتكلموا عن أمورهم اليومية ومشاكلهم مع سواء كان علاقاتهم العاطفية أو أزواجهم. والحقيقة ده كان موضوع جديد في طرحه بهذا الشكل المسرحي، ان هو يقعدنا في قرص شبه اللي احنا قاعدين فيه ده، ويبقى موضوع متقدم فعلا كأنه كافيه. حتى الجمهور قاعد محاوط الترابيزة دي وكأنه قاعد بيسمع وبيتصنت الحوارات الجانبية اللي بتدور في هذا فكرة الموضوع. فكرة لطيفة هايلة ولو جدا مختلفة قدمها كمان. المؤلف والمخرج محمود جمال الحديني، وهو مؤلف متميز ومخرج متميز أيضا. زي ما بيقولوا اوت اوف ذا بوكس، فكرة اوت اوف ذا بوكس. صحيح، خارج الصندوق. ده طبعا. بالنسبة لي ده كان عظيم جدا. ده يمكن أهم العروض اللي اتقدمت مؤخرا في مسرح الطليعة بقيادة المخرج عادل حسان. يمكن ننتقل كمان لفرق من البيت الفني للمسرح، فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان والمخرج محمد الشرقاوي. قدم مسرحية توتة توتة، إخراج السعيد منسي. والحقيقة هو بيتكلم عن الشخصيات التاريخية البارزة في تاريخ مصر الحديث وإعادة إحيائه من جديد في الزمن الحالي. والحقيقة ده موضوع تم طرحه بشكل جيد جدا، وتم عرض المسرحية في القرى والنجوع وتجول في محافظات مصر كلها. الحقيقة كان مجهود جبار بيبذله محمد الشرقاوي في تجول العروض المسرحية في المحافظات لتقديمها لأهالينا في القرى والنجوع، ووصول الخدمة الثقافية مجهود كبير إلى جدا أبعد طبعا. نقطة في مصر. طبعا. ده موضوع نشكره عليه الحقيقة. هننتقل كمان إلى المسرح وكان رد القومي. فعل الناس ايه لما هايل، شافوا؟ يعني في قمة السعادة. أنا الحقيقة أنا واحد من الناس لمست هذا المجهود على أهالينا اللي في أبعد النقاط في الصعيد وفي الشمال وفي الجنوب. الحقيقة لفوا محافظات كتير جدا يعني. مجهود هايل، والناس اللي في القرى والنجوع دي يتعطشوا إلى الفن بشكل كبير جدا. والحقيقة ده موضوع بالنسبة لي موضوع عظيم، ولابد من الاهتمام بالقرى بيهم جدا جدا. طبعا. وفوق الوصف الحقيقة. لو هننتقل كمان إلى مسرح الطفل، مسرح قومي للأطفال هذا العام قدم عرضين. قدم مسرحية جنة كوكي، ومسرحية تعرض حاليا اسمها نور في عالم البحور. نور في عالم البحور بطولة ميدو عادل والحان المهدي وسيد جبر وعدد من فرقة المسرح القومي للأطفال، وإخراج الفنان شادي الدالي. بيدور حوالين ان شخصية نور، وهو صياد اللي هو ميدو عادل، بيبحث بيقوم يعني في رحلة صيد، فبيضيع منه قطعة من أدوات الصيد في أعماق البحار، فبيغوص في أعماق البحار وبيقابل الشخصيات المتنوعة في أعماق البحار. يمكن ده بوستر المسرحية النور في عالم البحور. اللي بتشرف ان هو يكون تصميمي كمان البوستر ده. البوستر ده فالحقيقة رواية متميزة جدا، وبتعرض حاليا على المسرح القومي للأطفال في مسرح عبد المنعم مدبولي اللي في العتبة بسعر تذكرة مخفض جدا الحقيقة، تابع لوزارة الثقافة يعني. وكمان قدموا مسرحية جنة كوكي بطولة الأستاذ ياسر عثمان وعدد من النجوم أيضا.
وطبعا هو بيقدم كتير من ورش للطفل ومسابقات طول الوقت اما فيه بتقدم اهتمام للطفل، طبعا اهتمام للطفل بالطفل جدا. طبعا. يمكن بوسينة جنة رشوان اهو في كوكي. في البوستر، وعدد من النجوم الاستاذ محمد علي حسن، وكثيرا من الفنانين من المسرح القومي للاطفال، اخراج صفوت صبحي. اه. الحقيقه ان طبعا يرأس المسرح القومي للاطفال الفنان عادل القومي، وهو رجل متميز جدا مم. ومتخصص في مسرح مم. الطفل، مم. ومجهود عظيم بيقدمه في مسرح الطفل. مم. لو انتقلنا كمان لفرقة المسرح الإسكندرية التابعة لبيت الفنون المسرح بقيادة الفنان والمخرج محمد مرسي، هو بيقدم عدد من الورش الفنية في الإسكندرية عظيمة جدا، سواء في البيت الفني للمسرح أو في مركز الإبداع أو مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية. الحقيقة مجهود كبير جدا بيقدمه الفنان محمد مرسي في اسكندرية فوق الوصف. وقدم عدد من العروض المسرحية هذا العام في اسكندرية، إنتاج فرقة مسرح اسكندرية، سواء عروض مسرحية للطفل، يمكن مسرحية اسمها الملك همام وعصابة الضباع، دي إنتاج الفرقة، إخراج الفنان إيهاب مبروك، وبطولة عدد من فنانين اسكندرية. يمكن ده البوستر بتاعها اهو، المسرحية بطولة الفنان رضا إدريس الملك همام وعصابة وعصابة الضباع. والفنان إبراهيم الملاح، وعدد من الفنانين. الحقيقة مجهود كبير بيحصل في اسكندرية، لابد تنوير عنه في فرقة اسكندرية. يمكن كمان هنعدي على مسرح الغد. ايوه. بقيادة الفنان سامح مجاهد. الحقيقة قدم موسم مسرحي متميز جدا 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 من العروض المسرحية. بداية كان من مسرحية بعد آخر رصاصة، إخراج الفنان شريف صبحي، وبطولة عدد من الفنانين أعضاء فرقة مسرح الغد. وكانت بتتكلم عن، هي المسرحية اللي كاتب عراقي، تأليف علي عبد النبي الزايدي، وإخراج شريف صبحي، وهي بتتكلم عن آثار الحروب والاستعمار في الدول العربية، والتهالك الاقتصادي والتهالك النفسي اللي بيحصل نتاج هذه العروض. طبعا. الحقيقة موضوع طرحه بشكل عظيم جدا، واستمر عرض المسرحية لأكثر من موسم. وبعديها دخلنا على مسرحية أخرى اسمها ستوكمان، إخراج دكتور أسامة رؤوف، بطولة الفنان والنجم ياسر عزت والفنان نريم أحمد. بتتكلم عن إيه مسرحية المسرحية؟ ستوكمان بتتكلم عن فنان مسرحي قضى حياته في المسرح، و فقد بنته بسبب انفصاله عن زوجته. يعني بنته بدأت تعيش مع زوجته والسنوات طوال أكتر من 20 سنة ما شافهاش. بالتوازي بنته دي هي أحد معجبينه كفنان اللي ما تعرفش إن ده أبوها. فبتزوره وهي بتشتغل صحفية، فبتزوره في المسرح على إن هي تاخد حوار وسبق صحفي في أحد رواياته الشهيرة. فبيلتقي بيها لأول مرة، فبيتعامل معاها كصحفية وهي بتتعامل معاها كالنجم المفضل، لغاية ما بيوصلوا لمنطقة معينة في الدراما إن هم بيعرف إن دي بنته وهي بتعرف إن ده أبوها، وبيحصل حدث درامي آخر. الحقيقة اختتم مسرح الغد عروضه هذا العام بمسرحية النقطة العامية، إخراج الفنان أحمد فؤاد. النقطة العامية. النقطة العامية مش القطة العامية. لا، النقطة العامية هي النقطة أيوة طبعا. العامية. هي رواية من أحد قصص والروايات العالمية، مؤخرا بتعرض حاليا على مسرح الغد في العجوزة. من الروايات العظيمة الحقيقة اللي بتقدم بشكل جيد بالعامية المصرية، رغم ان الرواية الأصلية باللغة العربية الفصحى. وبتتكلم عن مجموعة من القضاة اللي هم بيبحثوا، بيتحول يعني الشخص الزائر ليهم ده إلى متورط في جريمة ما. بيوصلوا في التحقيقات دي ان هم بيعرفوا من التحقيقات دي ان هو لا، بيثبتوا عليه القضية بالصدفة. الى اخره يعني من احداث مش عايز احرقها لان هي بتعرض حاليا. أيوة. يعني أيوة طبعا. الحقيقه بيت الفن السنه دي كان متميز جدا من العروض. وطبعا عندنا مسرح القاهره للعرايس قدم عروض هايله للعرايس طبعا، والعرض الثابت او المستمر والاكثر نجاحا وجماهيريه مسرحيه الليله الكبيره طبعا اللي على مدار 20 سنه تقريبا او اكثر بتقدم اخراج طبعا الراحل العظيم صلاح السقا. ما زالت بتحقق، وده الغريب يعني ان ما زال هذا العرض يحقق جماهيريه كبيره فعلا. جدا جدا رغم مرور اكثر من 20 او 30 سنه على هذا العرض. كان بيقدم عروض اخرى زي رحله الزمن الجميل وعروض كثيره جدا. الحقيقه ان السنه دي مثلا كانت سنه متميزه.
لان ما كانش بيحصل هذا الكم من العروض. يمكن مثلا السنه دي في مسرح الشباب اللي بيقوده الفنان سامح بسيوني، ايوه. هو بيقدم كمان بالمناسبه، في بيحصل تشارك وتعاون ما بين الهيئه العامه للرسوم الثقافه ومسرح الشباب في تقديم ورشه ابداع حلمك. ودي ورشه امم. مقدمه للموهوبين الهواه، مش بس حلو. الدارسين. اه. ودي ورشه مهمه جدا حقيقه، بيقدمها اصول الثقافه وبيقدمها البيت الفني للمسرح. تعاون فيها المخرج سامح بسيوني ان هو يفرز طاقات شابه، ونتاج هذه الورش بتحصل عروض مسرحيه في مسرح الدوله، زي مثلا مسرحيه اسمها حلمك علينا. امم. دي كانت اخراج الاستاذ عبير لطفي. دي كانت نتاج عن ورشه. الحقيقه كانت متميزه جدا. نيجي كمان برضو لنتاج عن ورشه اخرى وعرض مسرحي كان فاز برضو بجائزه افضل عرض صاعد وافضل مخرج صاعد في المهرجان القومي للمسرح، وهو عرض ياسين وبهية. طبعا عن التراث المصري بتاعنا اللي هو قصه ياسين وبهية والدفاع عن الارض. اخراج المخرج الصاعد والواعد الحقيقه، حد مجتهد جدا. يمكن ده البوستر بتاعها. اخراج يوسف مراد منير، ابن المخرج الكبير طبعا استاذنا كلنا مراد منير. عرض كان متميز جدا، وكان فاز فيه البطلة العرض إيمان غنيم بجائزة أحسن ممثلة في المهرجان القومي للمسرح. كانت بتتكلم عن ايه المسرحيه؟ قصة ياسين وبهية دي قصة امم. تراثية مصرية معروفة، يعني عن فكرة إن ياسين اللي بيحب بهية ده وبيدافع عن أرضه، وبيموت وهو بيدافع عن أرضه، وبيدافع عن حبه أيضا لبهية. هو قصة شهيرة جدا، قصة طبعا طويلة جدا في حكيها، ولكن برضه عشان العرض مازال المختصر، طبعا بالظبط. طبعا طبعا. فالحقيقه طول الوقت يمكن مسرح الشباب بيحضر حاليا مسرحيه اسمها امم. الخاتم، باخراج الفنان محمد الطايع. ايوه. ان شاء الله تعرض الشهر الحالي، اواخر الشهر الحالي، على مسرح اوبرا ملك في برمسيس. الحقيقه ان الموضوع كان متميز جدا في هذا العام في البيت الفني للمسرح. انا بس مش عايز انسى احد فرق البيت الفني للمسرح لكن هو كان موسم مهم جدا. لو كمان انتقلنا الى قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، بدءا من السيرك القومي طبعا في اللي بيرقصه حاليا، بيرقص قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية الفنان أحمد الشافعي. بيقدم طبعا السيرك القومي، بيقدم فرقة تحت 18، بيقدم فرق قومية للموسيقى العربية، فرق قومية للفنون الشعبية، وفرقة رضا طبعا العظيمة يعني. ايوه طبعا. وكمان بيقدم بجانب كل هذه الفعاليات مسرح استعراضي وغنائي، زي مثلا مسرحية زي زقاق المدى. زقاق المدى إخراج المخرج الاستعراضي الكبير دكتور عادل عبده، وهو رئيس القطاع السابق. زقاق المدى كانت مسرحية عظيمة جدا، تقدمت خلال سنتين، اختتم عرضها هذا العام، أواخر هذا العام. وكمان قدم مسرحية سيد درويش، سيد درويش بطولة ميدو عادل ولقاء سويدان. وعدد من العروض المسرحية أيضا تم عرضها في قاعة صلاح جايين للطفل وغير الطفل. الحقيقة أن موسم كمان هايل جدا في قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية تقدم في 2023، كان مليء بتطورات المشهد المسرحي في هذا القطاع. أيوة. لو كمان جينا انتقلنا للهيئة العامة للأصول الثقافة. طب قبل ما ننتقل للهيئة العامة لقصور الثقافة، خلينا نشوف دلوقتي برومو لمسرحية زقاق المدى ونرجع نكمل كلام. أكيد. خلينا نتكلم عن عروض قصور الثقافة. ايه العروض اللي قدموها، العروض المسرحية؟ الحقيقة كان موسم متميز جدا في قصور الثقافة، بدءا من كان وقتها الفنان والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لأصول الثقافة، واستكمل بعديه الأستاذ عمرو البسيوني الرئيس الحالي لأصول الثقافة. وأيضا يرأس الإدارة المركزية للشؤون الفنية الفنان والنجم تامر عبد المنعم. الحقيقة قدموا أنشطة مختلفة جدا في مختلف العناصر الفنية. يعني زي مثلا المسرح. تعالوا نتكلم مثلا عن المسرح والأنشطة اللي اتقدمت في المسرح. أيوة. احنا عندنا يمكن أكتر قطاع بينتج مسرح في مصر هو قطاع الهيئة العامة لأصول الثقافة. بتنتج من 500 عرض مسرحي ل 1000 عرض مسرحي في خلال السنة تقريبا، من عروض تحت مسمى نوادي المسرح، ودي قليلة التكلفة، إلى مستوى أعلى منها زي الفرق والأقاليم، إلى مستوى آخر من عروض التجارب النوعية والفرق القومية بمحافظات مصر المختلفة. أيوة. الحقيقة أن السنة دي حصل مهرجان نوادي المسرح، يمكن اتقدم السنة دي الختامي بتاعه في قصر ثقافة رود الفرج، وشمل حوالي أكتر من 30 أو 40 عرض مسرحي متميزين جدا. عروض نوادي المسرح بتعتمد على التجربة للهواة،
مش شرط خالص يكون له سابقة أعمال، لا ممكن يكون مخرج لأول مرة يقدر ان هو يشارك في نوادي المسرح. الهيئه العامه للرسوم الثقافه تقدر تنتج له على العرض بتاعه. يمكن ده بوستر المهرجان الختامي له اللي قام في رود الفرج برئاسه او يعني كان يدير المهرجان الفنان والمخرج محمد الطايع، ورئيس الاداره المركزيه رئيس اداره المسرح الفنانه والاستاذه سمر الوزير. الحقيقه كان موسم متميز جدا لنوادي المسرح. يمكن افرز لنا عدد من العروض المسرحيه زي عرض مسافر ليل مثلا، اتقدم السنه دي وحصد عدد من الجوائز في مهرجان ختام المسرح او مهرجان القومي للمسرح المصري. فاز بجائزه احسن ممثل دور تاني، وعدد اخر من الجوائز لما تم تشاركه يعني في مهرجانات اخرى زي مهرجان الحريه للابداع ومهرجان نوادي المسرح والى اخره من مهرجانات. ما زال العرض يعني قائم ويعرض في الوقت الحالي. ايضا تقدم تجربه دافنشي في اخراج محمد بهجت من اسكندريه، وتقدم عدد من العروض من المحافظات المختلفه زي فتوات بولاق وعدد اخر من المسرح. كمان نقول لو جينا اتكلمنا عن التجارب النوعيه والفرق وتجارب الفرق والاقاليم وعروض الشرائح في الفرق والاقاليم بس الحقيقه. قبل ما نتكلم عنها خلينا نشوف دلوقتي جزء من عرض مسافر ليه ونرجع نكمل بالتأكيد. لقائنا. طيب ده كان جزء من مسافر ليه. مسافر كان ليل. بطولة مين وبيتكلم عن ايه؟ مسافر ليل تأليف الكاتب الراحل الكبير صلاح عبد الصبور، والعرض كان إخراج الفنان أحمد علاء، وهو فنان سكندري. مسافر ليل نتاج تجارب مهرجان نوادي المسرح أو إنتاجات نوادي المسرح، من التجارب المتميزة جدا الحقيقة. مسافر ليل بيحكي إن هو بيدور العرض داخل قطار، عربة قطار، ما بين الراكب وما بين قاطع التذاكر وما بين الراوي. أيوة. 3 أفراد، عرض تريو دراما. ويدور الحوار ما بينهم حوار فلسفي أكتر، يعني لأن أغلب كتابات صلاح عبد الصبور هي كتابات شعرية قائمة على الفلسفة والطرح المغاير للدرامات الخاصة بيه. دي كانت تجربة يعني من ضمن تجارب نوادي المسرح المتميزة الحقيقة السنة دي هذا العام، وحصلت عدد من الجوائز. لو انتقلنا كمان بقى للتجارب النوعية في أصول الثقافة وعروض الفرق والأقاليم، الحقيقة كان موسم متميز جدا في مستوى محافظات مصر. وليكن عرض اغتصاب إخراج إبراهيم الفرن، عرض يهودي مالطا إخراج محمد مرسي، عرض الغاوي إخراج سامع الحضري. عدد من العروض في محافظة الإسكندرية ومحافظة بورسعيد ومحافظات أخرى، مثلا عرض اسمه رضا إخراج محمد جبر. عروض أخرى كتير أنا الحقيقة شفتها، يمكن مش متذكر أسمائها من عددها، إن احنا بنتكلم في حوالي 200 عرض مسرحي تقريبا على مستوى محافظات أو 300 عرض. كان موسم ضخم جدا. تقدم منه عروض تجارب نوعية، في منها اللي تقدم في الأمير طاز، ولا تقدم في بيت الغوري، وتقدم في الشارع، وتقدم في الحدائق الثقافية، وتقدم في مراكز أصول الثقافة الخاصة بيها والقرى والأماكن الأخرى والمسارح الأخرى المختلفة. في نهاية الأمر بيحصل مهرجان ختامي اليوم، بيختاروا منهم 5 أو 6 عروض مسرحية بيتم مشاركتهم في المهرجان القومي للمسرح، اللي هو بيسموه يعني التصفية النهائية يعني للعروض. وشارك السنة دي عدد من العروض بشكل كويس جدا، وحصلت عدد من الجوائز. الموسم كان متميز جدا الحقيقة، لأنه لأول مرة مثلا بقالنا سنين ما كانش بيحصل مهرجان نوادي المسرح ده. الحقيقة السنة دي مشكورين أعادوا هذا المهرجان. نفس الحكاية مهرجان الختامي والتجارب والفرق والأقاليم برضو محتاجين ان هو يعاد تاني تقديمه من جديد. واعتقد ان السنه دي هيحصل يعني ان شاء الله في خلال الشهور القادمه. التجارب النوعيه دايما بتتميز بان هي تجربه مغايره في المكان، يعني العرض مسرحي بيتقدم مش في مسرح علبه، لا بيتقدم في اماكن مختلفه. ممكن يكون ممكن يقام العرض نفسه على تجربة حكي تاريخ المكان اللي بتقدم فيه زي الأمير طاز أو بيت السناري أو كده، أو بنقدم عرض مسرحي ولكن في مكان مختلف. ممكن نقدمه في حديقة، ممكن نقدمه في شارع، نقدمه في مكان ثقافي، نقدمه في قاعة. المهم يكون مكان مغاير، لذلك سميت هي تجربة نوعية في حد ذاتها.
بخلاف عروض الفرق والاقاليم اللي تقام في مسارح مسرح العلبه الايطالي او كده. الحقيقه موسم مهم جدا في المسرح، سواء على مستوى البيت الفني للمسرح او البيت الفني للفنون الشعبيه او قطاع الهيئه العامه لرسوم الثقافه. وكمان مش عايزين نغفل دور صندوق التنميه الثقافيه ومركز الابداع انه قدم مسرحيه مثلا زي اسمها بعيد عنك، ومسرحيات اخرى اشرف عليها المخرج الكبير خالد جلال. الحقيقه ان العروض اللي بتتم في مركز الابداع، سواء كان انتاج مركز الابداع صندوق التنميه الثقافيه او الورشه اهم ورشه تقريبا في مصر هي ورشه الاستاذ خالد جلال، اللي افرزت عدد من النجوم يمكن بتاريخها كله. يعني ما فيش دفعه ما اخذتش من نجم او نجمين. يمكن الدفعه الاكبر والاهم هي دفعه عرض قهوه ساده اللي كان اعتقد انتاج 2005 2006، اللي افرز لنا النجم محمد فراج ومحمد سلام وبيومي فؤاد وهشام اسماعيل وامير صلاح الدين وعدد كبير جدا من النجوم. يمكن مش متذكر اساميهم طبعا مع حفظ الالقاب ليهم كلهم. الحقيقه ان هو استاذ خالد جلال متميز وبيسموه جوهري النجوم، لان هو بيعرف ينتقي الموهبه ويصنع منها نجما. الحقيقه ده في حد ذاته مشروع هيظل في التاريخ. هذا الرجل من عطائه من موهبته الى وحبه للموهبه وحبه لشغله. حقيقه هو بيبذل قصارى جهده في الفن والاداره الثقافيه، انه هو رئيس قطاع الانتاج ورئيس البيت الفني للمسرح حاليا. الحقيقه عمري ما شفت منه اي تقصير في اي حاجه، بالعكس، لان ده احنا اللي بنقصر في حقه كتير. يعني ان احنا بنرفع سماعه التليفون عليه نقول له عندنا مشكله فلانيه فورا بتتحل. الحقيقه ده شيء بالنسبه لي كان عظيم جدا. معالي وزاره الثقافه طبعا لم تبخل باي شيء عن مختلف قطاعات الوزاره. دكتوره نيفين الكيلاني الحقيقه عظيمه في كل دعمها لانشطه الوزاره المختلفه، سواء المسرح او السينما او فنون تشكيليه او الى اخره من انشطه بتقدمها الوزاره. هي لم تبخل ولم تدخر جهدا في هذا الامر. تعالوا مثلا نتكلم طب قبل ما نتكلم في موضوع آخر، خلينا نشوف دلوقتي جزء من مسرحية بغبغان صليط اللسان. عايزين نتكلم برضو عن أهم العروض بالنسبة للقطاع الخاص. الحقيقة السنة دي شهد عروض القطاع الخاص طبعا عدد كبير جدا من العروض القطاع الخاص اللي تمت، ولكن كان في تميز كبير جدا في أنا شخصيا حضرت عرضين من أهم العروض القطاع الخاص شفتها يعني. أيوة. عرض مسرحية تشارلي، تأليف دكتور مدحت العدل وإخراج الفنان أحمد البوهي فنان الشاب. الحقيقة وبطولة طبعا الفنان محمد فهيم والدكتور أيمن الشيوي وعدد من النجوم والفنانين. مسرحية غنائية استعراضية فيها كل العناصر الحقيقة عظيمة. يعني كلهم كل الفنانين طبعا بيحكي عن قصة حياة النجم العالمي تشارلي تشابلن يعني طبعا كان حاجة مميزة وفعلا صحيح. وما هي ما زالت حتى الآن بتعرض حتى الآن طبعا في المسرح موفنبيك. الحقيقة عرض متميز جدا، أنا شخصيا حضرته. تشرفنا كمان بافتتاحه بهذا العرض للمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. هو اللي افتتح المهرجان هذا العام. الحقيقة عرض غني بالصورة البصرية والسمعية، ما تمليش منه الحقيقة. يعني هو في معلومات وافية عن حياة الفنان تشارلي تشابلن. عرض عظيم الحقيقة. يمكن السنة دي كمان في موسم المهرجانات المسرحية قدمنا موسم عظيم في المهرجان القومي للمسرح المصري والمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ومهرجانات أخرى. لو جينا اتكلمنا السنة دي عن المهرجان القومي للمسرح المصري اللي بيرأسه النجم والفنان محمد رياض، السنة دي كانت العروض متميزة جدا. احنا أولا تشارك في هذا المهرجان 40 عرض من مختلف قطاعات الوزارة والعروض الفرق الجامعية والفرق المستقلة، وتم تكريم 10 نجوم من الفن والمسرح الذين بذلوا تاريخ كبير في المسرح المصري، سواء كانوا ممثلين أو مخرجين أو مهندسين ديكور أو عناصر أخرى يعني، وكتاب طبعا. وكمان قدم مجموعة من الورش المسرحية المهمة جدا. يعني مثلا قدم في فرشة التمثيل كان تحت تدريب الفنان أحمد مختار، ورشة في الإخراج بيقدمها الفنان شادي سرور، ورشة في الإلقاء بيقدمها الدكتور خالد عبد السلام،
ورشه في السينوغرافيا بيقدمها دكتور عمرو عبد الله، ورشه في الاداره المسرحيه يمكن لاول مره تقدم ورشه الاداره المسرحيه تقديم الفنان صفوت حجازي، وهو احد كبار المختصين في التنفيذ ما وراء الكواليس. والورش السنه دي الحقيقه ان هي كانت طول الوقت بتتزامن مع وقت المهرجان اللي هو اسبوعين. الاستاذ محمد رياض اقترح ان هي تبقى معموله قبل المهرجان كمان بشهر، عشان يبقى في شهر ونص على الاقل تسع فرصه ووقت للتدريب الموهوبين بشكل جيد. الحقيقه كمان ان هو فاز في المهرجان ده. هو المهرجان ده في حوالي اكتر من 30 جايزه بتقدم في مختلف عناصر العمل المسرحي، واللي فاز بيه زي ما قلت في اول حلقه عرض مسرحيه سيداتي انا كجائزه افضل عرض مسرحي لموسم 2023. الحقيقه ان كمان عندنا السنه دي مهرجان القاهره الدولي للمسرح التجريبي برئاسه الدكتور سامح مهران اعاد واحيا هذا المهرجان من جديد. ده كل اللي اقدر اقوله في هذا المهرجان. الحقيقه ان هو المهرجان من اقدم المهرجانات في المسرحيه. يمكن ده بوستر مسرحيه سيدي انا اللي فاز بالمهرجان قومي للمسرح المصري وانتاج المسرح القومي ببطوله الفنان نضال الشافعي والنجمه داليا البحيري، وكنت حدثنا عنه سابقا. ايوه بالظبط. ولكن هننتقل الى المهرجان القاهره الدولي للمسرح التجريبي برئاسه الدكتور سامح مهران الدوره ال30. الحقيقه كانت دوره متميزه جدا طبعا، هو يعتبر اقدم مهرجان في الشرق الاوسط. والحقيقه ان احنا السنه دي استكملنا مسيره التطوير فيه على مستوى منصات التواصل الاجتماعي. ان احنا طبعا بعيدا عن ان موجود انشانا فيه موقع الكتروني ومنصات تواصل اجتماعي، عاملين كمان في ابلكيشن للموبايل، وده سبق لمصر في التطور في ان احنا يكون اول مهرجان عربي له ابلكيشن على الموبايل نقدر ان احنا نتابع من خلاله الفعاليات المهرجان ده لحظه بلحظه. اتقدم فيه عدد بتسهل حاجات كتيره جدا طبعا مع التطور اللي حصل. الناس يعني عندهم معرفه اسهل واسرع باي حاجه هم عايزين يعرفوها. صحيح. يعني انا شخصيا بتشرف ان انا بأدير في هذا المهرجان الموقع الالكتروني والسوشيال ميديا لهذا المهرجان. قدرنا ان احنا نتواصل خلال السنوات الاخيره لهذا الموضوع، ان هو بيتيح كمان للمتابعين خارج مصر من دول عربيه ودول اجنبيه ان هم يتابعوا المهرجان، مش لازم يكونوا موجودين على ارض القاهره. بالظبط. لا، ممكن كمان يتابعوا تفاصيل المهرجان لحظه بلحظه وكافه المعلومات طبعا من خلال هذا التطبيق. الحقيقه كمان في السنه دي كان عندنا اكتر من 10 ورش مسرحيه قدمت في مختلف عناصر العمل المسرحي، بدايه من الانتاج المسرحي وكيف ان احنا نحصل على الدعم والتمويل للعروض المسرحيه للفرق المستقله، وطبعا الى خلافه من تمثيل واخراج وسينوغرافيا وديكور وكده. لكن كان في تنوع في الورش ما بين المسرح الموسيقي كانت بتقدمه دكتوره ياسمين فراج، ما بين مصادر الانتاج والتمويل بيقدمه الاستاذ احمد العطار او المخرج احمد العطار. عدد من الورش كبير جدا الحقيقه. وكمان ايضا كان عندنا عدد من التكريمات في هذا المهرجان مهم جدا لمجموعه من الفنانين المصريين والعرب والاجانب. على راسهم كان المخرج خالد جلال كان بيتكرم في هذا المهرجان، المهندس الديكور حازم شبل مهندس مصري وهو اللي عامل ديكور مسرحيه شارلي، وطبعا وعدد وتاريخ كبير من الديكورات طبعا المسرحيه. عندنا كمان عدد كبير جدا من المكرمين والمدربين في الورش والمشاركين في العروض. واستفاز السنه دي كمان في باحسن جائزه احسن عرض المهرجان القاهره الدولي للمسرح التجريبي، عرض مسرحيه إيكاروس من اجل الجنه، اخراج الفنان احمد عزت الالفي وبطوله الفنان خالد رأفت ونادر محسن. عرض متميز جدا، عرض مستقل مش تابع لجهه انتاج في الوزارات او جهات او شركات انتاج او كده، هو عرض مستقل بذاته. الحقيقه عرض فوق الروعه، تميز عظيم بهذا الامر. بيتكلم عن الانفصال الاسري او كده، وحوالين متاهه بيصنعها الاب للخروج من مشاكله او الخلافات الاسريه. كمان عندنا في مستوى المحافظات الاخرى مهرجانات مسرحيه تهتم وتدعم الشباب. يعني عندنا مهرجان الاسكندريه المسرحي مثلا برئاسه الفنان ابراهيم الفرن ومؤسس المهرجان دكتور جمال ياقوت، بيقدم فرصه مهمه جدا في اسكندريه لموهوبين اسكندريه ان هو يتشاركوا بعروضهم ويتدربوا في الورش المقدمه بهذا المهرجان. عندنا برضو ايضا
في مركز الحريه للابداع تابع صندوق التنميه الثقافيه، مهرجان محلي اسمه مهرجان الحريه للابداع المسرحي برئاسه الفنان محمد مرسي. وطبعا صندوق التنميه الثقافيه برئاسه الدكتور وليد قانوش، وله كل الشكر والتقدير لدعمه الدائم لمراكز الابداع والانشطه الفنيه في صندوق التنميه الثقافيه. عندنا كمان مهرجان القاهره الدولي للمونودراما برئاسه الدكتور اسامه رؤوف، بيقدم نوع من المسرح اللي هو المونودراما، اللي هو الممثل الواحد اللي سواء كان رجل او ست. عندنا كمان ملتقى القاهره الدولي للمسرح الجامعي برئاسه الفنان عمرو قابيل. يمكن ده ملتقى مهم جدا. انا ابن مسرح الجامعه وابن فريق كليه التجاره في المسرحيه في اسكندريه. تدربت واهتميت جدا بمسرح الجامعه. الحقيقه هو المعلم الاول بالنسبه لي. انا بدات فيه واتعلمت فيه حاجات كتير جدا في اتحاد الطلاب والانشطه الطلابيه. والحقيقه من مكاني ده بنصح اي طالب في الجامعه ان هو ينضم الى الانشطه الطلابيه. ده موضوع مهم جدا في اي مجال. اي موهبه هو يعني بيسموه اهتمام وايه ينضم لاي نشاط منهم. اي بالظبط، ايا مش كان شرط سواء تمثيل رياضي او يعني. فني او طبعا ادبي، ايا طبعا. كان الموضوع، بس لابد من مشاركته في النشاط الطلابي لان ده هيؤثر قدام في تكوين شخصيته. من بدايه بعد المسرح الجامعه وكده انتقلت طبعا لدراستي في قسم المسرح شعبة التمثيل، وتخرجت منه الحمد لله، وانضميت طبعا لعضويه نقابه المهنه التمثيليه برئاسه الدكتور اشرف زكي. انا عايز اقول كمان احنا ليه بنقول ده؟ احنا بنقول ان في كل محافظات مصر تقريبا فيها انشطه ثقافيه بتحصل. يعني لو جينا نروحنا مثلا لجنوب سيناء مثلا، في عندنا مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسه الفنان والمخرج مازن الغرباوي. الحقيقه بيقدم مهرجان مهم هناك. انا شخصيا تشرفت بوجودي في 4 دورات. تابعت ما يحدث على ارض سيناء، وللدعم الكبير اللي بيقدمه اللواء خالد فوده. الحقيقه دعم كبير جدا بيقدمه للشباب والانشطه الفنيه، والمهرجان ده بالذات ده حاجه عظيمه جدا. في عدد من المهرجانات مثلا في جنوب الصعيد مثلا، مهرجان الدولي لشباب الجنوب بيقدمه الناقد والصحفي هيثم الهواري، عامل نشاط هايل جدا بيعرض في المنيا وفي قنا، ويجوب المحافظات الاقصر واسوان والى اخره. الحقيقه عندنا طول الوقت في زخم مسرحي، سواء كان على مستوى العروض المسرحيه او المهرجانات المسرحيه. وبالذات السنه دي كمان كان في تطورات كبيره جدا في المشهد المسرحي. فالحقيقه كل الشكر ايه هي والدعم لكل التطورات مسرحي في مصر. الجديده اللي موجوده دلوقتي للمشهد المسرحي؟ الحقيقه التطورات حاصله على مستوى منصات التواصل الاجتماعي. الموضوع وده مهم جدا طبعا. ان يبقى في تواصل وفي ارتباط ما بين التكنولوجيا والمسرح، او عموما لازم يبقى في ارتباط ما بين التكنولوجيا واي نوع من انواع الفن او الاعمال. بالتاكيد، لان احنا مؤخرا احنا خلاص احنا بقينا عصر التطور التكنولوجي وعصر المنصات الرقميه. فبالتالي احنا بنسوق العروض المسرحيه دي او المهرجانات المسرحيه دي عن طريق منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونيه. فبالتالي احنا بنفكر طول الوقت ازاي ان احنا نسوق ازاي العرض المسرحي ده عن طريق مثلا الفيسبوك، الانستجرام، تويتر، تيك توك الى اخره من منصات اخرى. ازاي ان احنا نقدم هذا المحتوى وهذا المنتج عن طريق بقى بوستر المسرحيه، الافيش، عن طريق برومو بنعرضه، عن طريق صور يوميه للجمهور، مقتطفات من ارائهم، الى مختلف الاشكال الدعائيه اللي احنا بنحاول ان احنا نستخدمها نطور بيها الشكل الدعائي للعروض المسرحيه. الحقيقه يعني بتشرف بعمل عدد من العروض في هذا الامر يعني. يمكن مسرحيات كتير عندنا لاقت نجاح جماهيري كبير بسبب استخدام منصات التواصل الاجتماعي. يعني زي مثلا مسرحيه زي بتاعه طيب وامير، دي مسرحيه هايله جدا، اخراج محمد جبر. استخدمنا فيها اسلوب مختلف شويه، ان احنا هي مسرحيه كوميديه، فاحنا بنقولوا خدمه كوميديه اللي هي خدمه الضحك. فازاي ان احنا نقدم او نوصل للجمهور بتاعنا عن طريق الضحك. قبل كده كنا نقدر نقدم افيهات، نقدم مشاهد من المسرحيات. كمان احنا قدمنا صور من الجمهور بشكل يومي بتنزل وهم سعداء او بيضحكوا في هذا الامر. فاساليب مختلفه ومتطوره من استخدام الاشكال الدعائيه للمسرحيات على منصات التواصل الاجتماعي. يمكن ده التطوير اللي حصل على مستوى الصوره البصريه، طبعا مع تطور تصميمات الدعايه واستخدام الفيديو والى اخره من اساليب مختلفه. أستاذ محمد فاضل الممثل والمخرج، شرفتنا ونورتنا، وبشكرك لوجودك معانا، وإن شاء الله لينا لقاءات أخرى. شكرا حضرتك. نتشرف بحضرتك.
شكرا جزيلا. مشاهدينا وبكده خلصت حلقتنا، استنونا حلقة جديدة وموضوع جديد وأصل حكاية جديدة.